السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دهان اليوم دهان انتيك قديم. ازاي تمسك قطعة الخشبة الجديدة تخليها لدهان انتيك؟ اول حاجة بنجيب الصبغة الباجور اللي هو الوود ستين، اللي هي الصبغة العادية مخلوطة اللي هي بالزيت تيك اويل، تمام. ونقعد بنفردها على قطعة الخشب الجديدة زي ما احنا شايفين كده، ماشي، بفرشة، بقماشة، بأي حاجة، زي ما انت شغال عادي. المهم ان انت تجيب الصبغة وتصبغها، ويا ريت يكون فيها مادة تيك اويل علشان ايه ما تجفش بسرعة، تمام. وبعد ما تيجي تعملها بالتيك اويل خلاص، بعد ما تصبغ زي ما احنا شايفين كده، بتبدأ تجيب الصبغة البلاستيك المائي، بلاستيك المائي الاميلشن عادي اللي هو بتاع الحوائط، وتجيب الفرشة وتفرده عليه وهو طري لسه برضه، ماشي. وتقعد تدهن قطعة الخشب كاملة زي ما احنا شغالين كده بالظبط، تمام. بعد ما عملنا خلاص البلاستيك الماء على قطع الخشب، بنجيب سكة معجون زي ما احنا شايفين كده، وبنبدأ نميلها ميل كده، ونبدأ ايه نجرد خفيف الأول في البلاستيك الماء، كله طري في طري شغال، لأن هو التيك اويل برضك بيشد على طول والبلاستيك الماء بيشد، فانت بتبدأ ايه عشان يبقوا واكلين في بعض، بدل ما ينشفوا الاتنين ما تعرفش تجيبهم هتجرح بالصنفرة مش هيديك الدرجة اللي انت عايزها. وبتبدأ تمشي بالسكينة زي ما احنا ماشيين كده، بميل السكينة، اقعد تشد بالسكينة بالميل لغاية اما يديلك شكل الانتيك القديم. كمل فيديو ان شاء الله يعجبكم بإذن الله، وتابعونا ان شاء الله يوصلكم كل جديد.